ملكة جمال وابنة عزيز عيد وفاطمة رشدي حكاية مصرية ظهرت على شاشة تلفزيون لندن. ربما لا يعرف أحد اسمها رغم أنها ابنة اثنين من رواد الفن والمسرح في مصر، وفازت بلقب ملكة جمال مصر عام 1948. كما كانت أول مصرية تظهر على شاشة التلفزيون في لندن. وقبل أن يدخل التلفزيون إلى مصر، إنها الفنانة عزيزة عيد، الابنة الوحيدة للفنان الكبير ورائد المسرح عزيز عيد، من الفنانة الكبيرة فاطمة رشدة، وها رسامة كانت تزين لوحاتها جزءا من مجلات دار الهلال، كما عملت بالفن والتمثيل لفترة قصيرة. وكان عزيز عيد يعد ابنته في طفولتها لتكون ممثلة مسرحية، لكنها كانت تفضل الرسم، خاصة بعد أن رأت متاعب والداها مع الفن. واجتمع فعزيزة عيد الجمال والرقة، ففازت بلقب ملكة جمال مصر عام 1948، ونالت مكافأة عن هذا الفوز، وكانت هذه المكافأة قرط من الذهب بفص تراكواز من محلات أوتيج أليكسان بخان الخليلة. وكانت الفتاة الجميلة تعمل رسامة في دار الهلال حتى عام 1950، وهو العام الذي سافرت فيه إلى فرنسا، ثم التحقت بمعهد للرسم في لندن، وأقامت عددا من المعارض هناك، وتعرفت على مهندس إنجليزي أشهر إسلامه وتزوجها. وكانت عزيزة عيد أول مصرية تظهر على شاشة التلفزيون في لندن قبل أن يدخل التلفزيون إلى مصر، وذلك في بدايات الخمسينيات، حيث كانت في أوقات فراغها تكتب بعض التمثيليات لمحطة الإذاعة العربية في لندن. وكانت والدتها الفنانة فاطمة رشدة تشارك في بعض هذه التمثيليات حين تذهب لزيارة ابنتها، وكانت الابنة تذيع بعض البرامج في هذه المحطة، وهناك قابلها أحد مخرج التلفزيون الكبار وعرض عليها الظهور، وأسند لها دورا صغيرا في أحد الأعمال. ولما اتقنت الدور، تدربت بعدها على فنون الإلقاء والتمثيل، وشاركت في عدد من البرامج والأعمال التلفزيونية. فكانت أول مصرية تظهر على شاشة التلفزيون في لندن. كما شاركت عزيزة عيد في بعض الأعمال الفنية والسينمائية في مصر، ولكنها لم تستمر ولم تحقق شهرة الفنية كبيرة. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليوصلكم كل جديد.